هلو هلو، يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير وهابي فالنتاين داي. النهارده فيديو جميل ومحمس قوي ومهم جدا 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 للناس اللي هي عندها مناسبة او عندها خطوبة او هتتجوز وهي محتاسة مش عارفة تعمل ايه. بصوا يا جماعة، انا اتخطبت اوكي في شهر واحد، وقالوا لي ان احنا ده الميعاد المناسب بالنسبه لنا، وقبلها بكام يوم اساسا. ده الميعاد المناسب علشان شهر واحد زي ما احنا عارفين شهر الامتحانات وكمان الزنقه بتاعت الناس كلها. فانا وقتها ما كنتش عارفه، كانش معايا اي حاجه اساسا ولا كنت محضره اي حاجه. كنت مشتريه فستان قبلها بفتره، بس الفستان ده يعني ما كانش ينفع لخطوبه، فمش عارفه اعمل ايه يعني. اللي هو مش محضره اي حاجه خالص. تمام، طبعا كنت في كميه ضغط رهيبه. اللي هو طب انا هعمل ايه؟ اولا انا اصلا لما بروح اي محل عامه مش بلاقي مقاسي، او حتى لو لقيت مقاسي مش بلاقيه مظبوط بالملي يعني. فيا اما بيبقى واسع عليا، يا اما بيبقى طويل، يا اما بيبقى قصير اوفر. فانا يعني دايما مش بلاقي مقاسي. المهم رحت محل اوكي كذا واحد يعني، وطبعا نفس الكلام ما لقيتش مقاسي، وكان حاجه يعني الموضوع محبط جدا. اوكي رحت واحد تاني بقى، ده اللي فيه الخلاصه كلها. هقول لكم في الاخر اسم المحل واللوكيشن عشان ايه احمسكم شويه. المهم بقى رحت المكان ده وقست كذا واحد. طبعا يعني كان في حاجات شكلها اوفر قوي عليا، انا اصلا شكلي صغير فمش كل الحاجات هتكون شكلها لايق عليا، محتاجه حاجه تكون بسيطه وفي نفس الوقت حاجه يعني تكون لمناسبه زي الخطوبه مثلا. فطبعا كان الموضوع يعني اللي هو مش عارفه اوفر ولا اخلي الدنيا بسيطه، وانا حتى لو اوفرت بيبقى مش لايق عليا وشكل كده بيبقى ويرد يعني. بس يا جماعه طبعا قست فستان. بصوا هو انا اول ما شفته حسيت انه ده انا يعني اللي هو لا في مني كده وسيمبل وحلو، بس طبعا كان يعني بشع، طويل قوي قوي ويعني واسع وكل حاجه. تمام، فهم قالوا لي بقى ايه، هنظبطهولك وهنضيقه وهنقصره وكل الكلام ده. طب وازاي واحنا اصلا قدامنا 3 ايام؟ قالوا لي ما تقلقيش وبتاع، بس هيجي كده الديزاينر هيشوف الدنيا وكده وهنظبطه عليكي. قلت جه الديزاينر وقال ايه ده يا جماعه؟ ده احنا هنظبط فيه اكتر ما احنا من الوقت اللي احنا اصلا عملنا فيه الفستان، لانه يعني كان هيبقى فيه تظبيطات رهيبه. راح قال ايه، طب بصي انا هظبط لك، انا هعمل فيه جميل وهظبط لك الفستان، هعمل لك واحد تاني خالص نفس الديزاين اللي انت عايزاه ومقاسك، وهاخد بقى مقاساتك وهعمله لك بقى ليكي. قلت كويس. انا بقى في الفستان اللي انا قسته كان فيه كده حاجه انا مش عاجباني، يعني الحته دي كده انا ما كانتش عاجباني. بس انا طبعا ايه ما كنتش يعني ايه ما كنتش واثقه في الموضوع قوي، لانه يعني لسه بقى هيظبط واحد مقاسي وهيعمل واحد تاني في خلال 3 ايام. بعد بقى ما رحت بعدها 3 ايام ولا بعد يومين لقيت الفستان زي ما انا عايزه بالظبط. انا لو انا كنت انا اللي بعمله لنفسي ما كانش هيطلع مظبوط كده. حاجه خطيره، نفس اللون اللي انا عايزاه، نفس الشكل، يعني انا قلت له عايزه الشكل كده يكون كده. فهوريكم يعني الفستان نفس كل حاجه، بجد مكان خطير. واصلا يعني عايزه اقول لكم ان هو يعني كان هيظبطهولي بنفس السعر اللي اتعمل فيه فستان تاني ليا. فهو كان عامل لي جميله وكمان كان سعره كويس. فبصوا يعني لو انتوا مزنوقين او انتوا مثلا حتى لو مش مزنوقين، ده بجد مكان بيعمل ديزاين حلو قوي وشاطر وانجزني في الوقت، وبجد ما حسيتش باي يعني. حتى قالوا لي في الاول طبعا ان احنا لو كان في حاجه مثلا واسعه عليكي وكده هنظبطهولك تاني، فاحنا سايبين برضو وقت كده ان احنا ايه نظبطه. انا اصلا ما اتظبطش بعد ما يعني اول ما شفته على طول وقسته، لا هو مظبوط عليا بالملي. فيا جماعه المكان ده خطير. طب اسمه ايه المكان؟ المكان اسمه القطان في التجمع الاول في البنفسج. بصوا هو اصلا الحته دي كلها مليانه بقى فساتين، يعني بكل الديزاين، فساتين خطوبه، سواريه، فساتين افراح، كل حاجه بجد نفسكم فيها هتلاقوها. الاكسبيرينس في المكان ده حلو قوي. يعني انا لو عندي فعلا مناسبه الفتره اللي جايه وانا محتاسه او حتى لو مش محتاسه، فانا اكتر مكان فعلا هلجأ فيه
ليه وانا مطمنه هو المكان ده. طبعا هسيب لكم اللوكيشن في الديسكريبشن تحت، فاطمنوا يعني. نيجي بقى لتاني حاجه. طبعا ما كنتش جاهزه في اي حاجه خالص. تاني حاجه الجزم. بصوا يا جماعه، انا شفت جزم كتير قوي في اماكن كتيره، في مولات. طبعا ما كانش في حاجه جايه مقاسي، وكمان اللي جايه مقاسي ما كانش الحاجه اللي نفسي فيها. انا كنت حابه انه يكون في الجزمه شفافه، ف ما كنتش لاقيها في اماكن كتيره، لما لقيتها من قدام شكلها ما كانش احسن حاجه. وكمان ياما لقيتها بس كانت واسعه قوي عليا. انا مقاسي بالمقاس 36، فطبعا مش بلاقي المقاس ده خالص. شفت فين بقى جزم حلوه؟ شفتها في شارع بطرس غالي في روكسي. بصوا يا جماعه، في كوليكشن كتيره قوي وتناسب كل الناس، وبجد حاجاتهم حلوه. والفكره كمان ان اسعارهم رخيصه، دي اهم حاجه يعني. انقذوني وبجد انا اصلا وقتها يعني كانت بقى ايه الدنيا كانتش احسن حاجه. فكره ان انا عايزه اوضب، عايزه اجيب حاجات كتيره في وقت قليل، فكانت الميزانيه باظت خالص مني ومن البيت. تمام. فانا بقى لما رحت بطرس غالي كانت الدنيا كويسه قوي، واسعار كانت كويسه، وكوليكشن الحاجات اللي انا عايزاها. واصحابي كمان يوم ما اشتروا جزمه اشتروها من هناك، ولقوا الحاجات اللي هم عايزينها بالشكل اللي هم عايزينه بالظبط. فبرضو كمان بطرس غالي من الاماكن كمان الكويسه اللي ممكن تشتروا فيها حاجاتكم وبسعر. فاستنوني الفتره اللي جايه هقول لكم عملت شعري فين، وكمان المكان اللي احنا حجزناه فين. دي حاجه بجد مش هتتخيلوها. انتظروا الفلوج بارت 2 واستنوني. يلا باي باي.